السلام عليكم يا حضرة. إعلان هام. أعلن أنا أبو البراء النوحي تأسيس الطريقة النوحية لأتباعها ومريديها السادة النوايحة أتباع سيدنا نوح عليه السلام، وأعلمكم إن الطريقة النوحية والسادة النوايحة ليست كغيرها من الطرق. فبينما أنا العبد الفقير أبو البراء النوحي ذات ليلة جاءني نوح عليه السلام وقال لي: يا محمد، أنت من أهلي الصالحين، وأنا اخترتك علشان تعمل لي طريقة ومولد وأتباع مدد. وسيكون شعارنا في الطريقة النوحية الصبر أيها السادة، الصبر أيها السادة الأتباع، كما صبر سيدنا نوح على دعوة قومه 950 سنة. سيدنا نوح أولي العزم من الرسل، وهو أول نبي مرسل إلى الأرض، وقد أعطاني سيدنا نوح من كراماته ومعجزاته في تلك الليلة أسرار وتجليات ستكون بإذن الله للسادة النوايحة، ليست لغيرهم، الذين سيصبرون معي على الطريقة وعلى الوصايا والطرق الموصلة إلى الله. مدد مدد يا رب، والتي لن تجدوها عند أحد قبلي ولو كانت سنة نبي، وإنما هي أسرار وتجليات من هبدي الخاص، قصدي من وحي خيالي، قصدي يعني من الوحي اللي بينزل ده. فسنقيم مقام سأضع فيه بيد الشريفة من رفات سيدنا نوح يحج إليه الناس ويقصدونه كي نقضي حاجتهم ويأخذون مني البركة والمدد. وصندوق نزور كده على الجنب هيبقى خاص بيا علشان الحاجات والمحتاجات واللز منه. كما سنقيم مجالس ذكر خاصة هنفقر فيها ونقول مدد، وهنقول حي 4444 مرة، واللي هيغلط يرجع يعيد من الأول، علشان السر في العدد مش في الذكر يا نوايحة. ولا بد لكم أن تصبروا معي وأن تؤمنوا بجميع كراماتي التي ستذهل عقولكم. طريقة نوحية مين يا أبو البراء؟ ده احنا دفنينه سوا. انت بتلعب على مين؟ ده الناس دي الحمد لله متربية على الغالي. طب استأذن أنا بقى، سلام يا نوايحة، هبقى ان شاء الله ارجع لكم لما الوهابي الداعشي ده يمشي من هنا. سلام. انت بتوكل على الله، انت بقى مالكش سبوبه هنا، خد بالك الكرسي ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. سلام يا عم النوحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى كده يا نوايحة، قصدي يا متابعين، اول ما الراجل يقول لكم كلمتين تسخنوا كده وتسقفوا له، ماشي يا عم، ده احنا دفنين وسوا يا اخوانا. عارفين انتوا بقى قصة ده احنا دفنين وسوا دي؟ شكلكم ما تعرفوهاش. بيقول لك كان في اخين كان عندهم حمار بيستعينوا بيه على مصالحهم وحاجاتهم الدنيويه واشغالهم والحاجات دي، ومن كتر ما حبوا الحمار كانوا بيخلوه ياكل ويشرب وينام معاهم، وعمره ما اشتكى ولا سابهم، وعلشان كده سموه ابو الصبر. وفي يوم من الايام كانوا الاخين دول على سفر ومعاهم الحمار مات في الطريق. الاخين الاتنين حزنوا عليه حزن شديد جدا، ومن حزنهم عليه قال لك ندفنه بشكل لائق، وفعلا دفنوه وقعدوا يبكوا على قبره بكاء شديد قوي. وكان كل ما بيمر عليهم حد بيلاحظ منظرهم ده وهم قاعدين في حزن شديد وبيبكوا على قبر فقدهم، فبيسألوهم ايه اسم فقدهم ده، فيردوا ويقولوا اسمه ابو الصبر، كان هو الخير والبركة بتاعتنا، كان بيقضي الحوائج وبيرفع الاثقال وبيوصل البعيد. فالناس قال لك بس ده شكله شيخ جليل وعبد صالح، فيقعدوا هم كمان ويبكوا معاهم على الفقيد ابو الصبر. شوية شوية بقى البعض بدأ يتبرع بالمال لهم، ومرت الايام فعملوا خيمة على القبر وزادت التبرعات، فقال لك بس نبني بقى له غرفة ونعمل له مقام بجد بدل الخيمة دي. والناس فعلا بدأت تزور الضريح ده وتقرأ الفاتحة وتاخد البركة، حتى أصبح قبر الشيخ أبو الصبر مزار يقصده الناس من مختلف الأماكن، وصار بقى في عقل الصوفية له كرامات ومعجزات يتحدث عنها الجميع، فيأتي إليه الناس ويقدمون له النذور والتبرعات طمعا في أن يقضي لهم الولي الصالح أبو الصبر حاجتهم. ومن هنا بقى اغتنى الأخين
الشيخين دول وصاروا بيجمعوا المال اللي اتبرع بيه السذج، وبدأوا هما الاثنين بيقسموا المال أبو قسم يعني، حتى طمع أحدهم في الآخر فسرق المال كله من صندوق النذور. فلما سأله الآخر قال له ما شفتش حاجة، تلاقي الشيخ أبو الصبر خدهم. قال له عيب عليك، ده احنا دفنينه سوا. ومن هنا بقى كانت القصة. واعتبارا من ان كل شيء له اصل وله بداية وتاريخ، فتعالوا النهاردة نقول لكم كيف بدأت الطرق الصوفية، وما اصل الخزعبلات التي يقومون بها، وهل لها أصل من وحي أو سنة، ولا هم مجرد نوايحة زي اللي كان قاعد هنا من شوية. وما الصلة بين أصل هذه الحركات والشيعة عليهم لعنات الله. يعود أصل الصوفية إلى الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي، كان شيخ شافعي المذهب، لم يدعي أنه ينتسب إلى آل البيت أبدا، ولكن الكتب اللي وضعت في عهد حفيده إسماعيل الصفوي نسبته زورا وبهتانا إلى موسى الكاظم الإمام السابع للشيعة الجعفرية، أي إلى الحسين بن علي، كما يزعم أولئك زورا وكذبا وبهتانا، ولذلك يقدسوه تقديس عجيب. والصحيح أن الرجل ليس من آل البيت، كما أنه لم يكن شيعيا، وإنما كان صوفيا شافعي المذهب، له مدرسته وطلابه، وقد دخل التشيع إلى طريق طلابه. فمات الرجل ولم يكن شيعيا، وأتى من بعده ولده جنيد ابن صفي الدين وتولى زعامة الصفويين. وكان جنيد قد تشبع بفكرة التشيع، فأطلق على نفسه لقب سلطان، وأراد أن ينازع السلطان السلجوقي السني، فحاربه السلطان السلجوقي حتى طرده من بلاده، فرحل إلى ديار بكر، وكان حاكمها يدعى حسن بك ابن علي التركماني. فأكرم جنيد واستضافه عنده 3 أعوام، وزوجه من أخته وقواه، حتى عاد جنيد مرة أخرى إلى أردبيل كي يقاتل السلاجقة السنة، كما هي عقيدة الشيعة. عقيدتهم إن السنة هم ألد أعدائهم، وأنهم لو تنصروا لكان خيرا لهم. وانظر إلى التقارب العجيب في بغض الشيعة ومن فسدت عقائدهم من الصوفية في حرب أهل السنة، فكلاهم يعلمان أن أهل السنة هم الحصن والسد المنيع للشريعة وصاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأنهم لا يتبعون ولا يسيرون إلا على هدى محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم وفق دليل من وحي أو أثر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن خزعبلات ولا وفق هوى وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. المهم قتل الجنيد وهو يحارب السلاجقة، فغضب له صاحب ديار بكر، فأتى بجيش وأخذ تبريز وأردبيل ومواقع أخرى، ثم مكث فيها، وأتى بابن الجنيد حيدر ابن جنيد ابن صفي الدين، وقد كان مغرقا أشد الإغراق في التشيع. وخذ هذا الملمح أيضا من أشكال التقارب بين الصوفية والشيعة. قلنا سابقا إن صفي الدين كان رجل صوفي، حيدر هذا خرج على أتباعه ذات يوم وقال لهم تعمموا بعمائم صوف، والعمامة تكون حمراء، ثم اعقدوا فيها 12 عقدة، وسماهم القزلباشية، والقزلباشي أي صاحب العمامة الحمراء. فلما قيل له كيف توصلت إلى هذا، فقال رأيت أمير المؤمنين فاتح خيبر عليه السلام، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رأيته في النوم وقد لف لي العمامة هكذا، عمائم صوف معقودة وإن اختلفت ألوانها هنا أو هنالك. المهم بقى قتل حيدر كما قتل أبوه الجنيد، وخلفه ابنه إسماعيل الصفوي، وكان شاربا للخمر مدمنا عليه. كان من فعل هذا المشؤوم أنه اتخذ المذهب الجعفري مذهبا وحيدا له، وقتل عشرات الآلاف من مخالفيه من أهل السنة. ومن حقده وغله على أهل السنة أنه لما دخل بغداد نبش قبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأحرق عظامه، ودفن مكانه كلبا عياذا بالله، إلى أن هزم وقتل كأسلافه في معركة تشالديران. قتلوا وماتوا جميعا، ولم تمت فتنتهم، وظلت إلى يومنا هذا شرك وكفر
بواح، اختلاط ومخدرات، موالد وأضرحة، طواف بغير بيت الله، ذبح ونذر لغير الله، دعاء وتضرع لغير الله، تمسح بالأضرحة زعما أنها واسطة بينهم وبين الله، أمور والله ما أنزل الله بها من سلطان، وكأنهم على دين آخر غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كمسلم عقيدتك في الحسين إنه بشر، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، لكنه لا ينفع ولا يضر وقد مات. أما من هؤلاء من يعتقد أن الحسين إله وأن أباه علي إله كما يزعم بعض فرق الشيعة، ومن غلاة الصوفية أيضا منهم من يقول ذلك، وأقلهم انحرافا يطلب منه المدد والغوث، وكم رأينا ذلك على الشاشات والقنوات. أما نحن أهل السنة نحب آل البيت ونتقرب إلى الله بحبهم، نحب علي ونحب الحسن والحسين، نحب فاطمة، نحب سادتنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يوم الدين، نحبهم ولا نؤلههم ولا ننسب إليهم من هم منه براء، ولا نعبد الله إلا بما شرع وبما علمنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نقدم شيئا على أمره ولا نؤخر ولا نقتدي بغيره، بل ونؤمن أن من عباد الله الصالحين قد يجعل الله له من الكرامات نؤمن بها على ما جاءت من أخبارهم الصحيحة الثابتة، مما لا تخرجهم عن كونهم بشرا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا من دون الله، هذا في حياتهم فكيف ببعد مماتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين، وخيار أولياء الله كرامتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وانتهى كلامنا أيضا، فليس بعد كلام شيخ الإسلام كلام. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.